بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هعمل الرقاق الناشف. يلا بينا أقول لكم على المقادير. ده كيلو من الدقيق، معلقتين صغيرين من الملح بالمعلقة دي، 4 كوبايات مية بالمج بتاع الشاي، وطبعا لازم تنخلي الدقيق قبل ما تعملي بيه اي حاجه. يلا بينا نبدا على بركه الله. بحط حبه ميه للملح وادوب الملح علشان الملح ده حرش شويه، فادوبه في حبه ميه. جهزت الحله بتاعت العجان. اول حاجه هنزل بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط 3 كوبايات من الميه. دي 1 2 3. هما 4 كوبايات، هحط 3 واخلي 1 واخد منها بقى، يا اخلصها كلها يا يفيض منها شويه. هضيف بقى الميه اللي انا دوبت فيها الملح. هو الافضل ان انت تدوبي الملح مع الميه. هنزل بقى بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هتعجني على ايديكي مفيش مشكله، زي الفل. كده انا بحط الدقيق كله، وهرفع بقى الطبق على العجان واشغل عليه العجان. لمدة 5 دقايق 7 دقايق لحد ما الاقي العجينة كده حلوة معايا. هشغل عليه العجان بقى لمدة 5 دقايق كده، وبعدين نشوف العجينة مع بعض. ودي العجينة اهي بعد مرور 5 دقايق. اخدت نص كوباية مية كمان. انا شايفة ان هي محتاجة كمان شوية. هسيبها كمان لمدة 3 دقايق كده ولا حاجة، وبعدين اطلعها من العجان. كده اخدت 3 كوبايات ونص من المية. دي العجينة اهي زي ما انتوا شايفين. هبدأ اقرصها، بقرصها بالشكل ده كده. هعملها كور صغيرة. باخد بقى من بره لجوه كده عشان تبقى مدورة كده وحلو اهي. جنبي طبق في حبة من الزيت، بدهن العجينة كده من على الوش زيت علشان ما تنشفش بالشكل ده كده، ورصها في الصاج. هعمل كمان 1 معاكم. طبعا لو لقيتها كبيرة باخد منها، انا عايزاه كله قد بعضه. انا عاملاه صغير النبادي علشان على قد الصينية. بكورها بقى كلها بالشكل ده كده اهي لحد ما اخلص العجينة كلها، وبعدين هتشوفوا معايا. هكملها كلها وارجع لكم. قرصتهم كلهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وفي حبة كمان في الصينية، وسبتهم لمدة 10 دقايق. ده الدقيق اللي انا هفرد عليه، دقيق الذرة، وعليه معلقتين من النشا. بسم الله الرحمن الرحيم. هفرد اول 1 كده معاكم. بعد ما بتقرصيه بالشكل ده كده تسيبيه 10 دقايق او ربع ساعة، العجينة ترتاح، هتتفرد معاكي زي الفل. بفرده بقى بالشكل ده كده. عندنا في الفلاحين بقى لما كانوا بيروحوا الحج زمان، كانوا بيعملوا الرقاق ده للناس اللي هم رايحين يوصلوا الحجاج للمينا بتاعت السويس.
فكانوا بيعملوا لهم الرقاق ده محمر، رقاق سادة من غير حاجة يعني، ويحمروا اللحمة او يذبحوا بط ويحمروا البط ويعملوا الرقاق ويديهولهم معاهم وهم ماشيين. علشان طبعا كانوا بيقعدوا بقى يوم طول النهار، بيمشوا الفجر كده ولا ميجيش الا بالليل، فكان لازم يعملوا لهم اكل ياخدوه معاهم علشان ايه، لما يجي وقت الغدا يتغدوا او لما يجي وقت العشاء يتعشوا، ويطلعوا بقى الرقاق والبط المحمر او اللحمة وياكلوا. فردت واحدة اهي زي ما انتوا شايفين، ورشيت عليها حبة من الدقيق، وهفرد كمان واحدة. لازم تفرديهم قد بعض. ما شاء الله العجينة زي الفل. لما تعجني على ايديك ما تخليش العجينة جامدة قوي ولا طرية قوي، تبقى العجينة كده متوسطة علشان تتفرد معاكي بسهولة. بس كده خلاص. برش حبة من الدقيق كده واحط اللي انا عملتها ديت على التانية. هعمل بقى 6 وحدات وارصهم على بعض وتشوفوهم معايا. كده انا عملت 6 اهم زي ما انتوا شايفين، 6 وحدات اهم، وهبدأ افردهم بقى وادوس عليهم بقى بالشكل ده كده. دي الطريقة بتاعتنا اللي احنا اتعودنا عليها بقى، نفرده بايدينا كده، وابدأ اقلب بقى كده من وقت للتاني. لازم اقلبه كده وارش الدقيق علشان ما يمسكش ببعضيه. ورش حبة من الدقيق كده، واروح حاطة التانية عليها اهو. الطريقة دي سهلة. عندنا بقى بيعملوا مع بعض كده 4 5 بيساعدوا بعض، واحدة بقى بتفرد الصغير ده، واحدة بتفرد الكبير، وواحدة قاعدة قدام الفرن بتساوي، بيساعدوا بعض ما شاء الله، بيعملوا الرقاق زي العسل. برش حبة من الدقيق كده واحط التانية فوقيها. لازم مهمة قوي موضوع الدقيق ده. دي حلوة كده هحطها، دي صغيرة شوية هوسعها، يعني احنا بنقول هنفردها ونوسعها، دي ماشية ودي ماشية. هفردها كمان شوية علشان تبقى قدهم كده بالظبط. بس كده احطهم على بعض بقى وافردهم بقى بالشكل ده كده. طبعا انا هقلبهم بقى من وقت للتاني، تمام، الناحية دي مرة والناحية دي مرة لحد ما يوسعوا معايا كده واوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. وبعد ما افردهم واكبرهم هتشوفوهم معايا. هكملهم بقى بالشكل ده اهو. كده خلاص اول دور خلص زي ما انتوا شايفين اهو. بس كده انا عملته صغير النبادي على قد الصينية اهو، ما شاء الله زي الفل. جنبي بقى الصينية كده فيها الفوطة، وبرصه على الصينية وبغطيه. لازم بعد ما تخلصيه كده ترصيه على الصينية وتغطيه، وبين كل واحدة والتانية تحط حبة دقيق كده خفيف علشان برضو لو قعد معاكي ما يمسكش ببعضيه. كده انا خلصتهم اهمت، وهبدأ في التسوية. يلا بينا نروح عند الفرن ونسوي الرقاق سوا مع بعض. ده الفرن بعد ما سخن اهو، ولعته على نار هادية وهبدأ اسوي. دي الرقاقة اهي انا حطها على المطرحة بتاعة الخبيز. بسم الله. نحط الرقاقة كده على المطرحة بتاعة الخبيز ونحطها في الفرن. طبعا الفرن ناره لازم تبقى هادية، ما يسخنش قوي.
بنحط بقى 1 و2 و3، بس لازم تظبطيها الاول كده على المطرحه علشان تطلع معاكي مدوره وحلو. لو سبتيها مكرمشه كده هتطلع مكرمشه وهي مستويه، هتبقى مش حلوه. لازم نسويها كده على المطرح ونظبطها وبعدين نرميها في الفرن بالشكل ده كده. مجرد الفرن ما يسخن هنحط 2 و3 ان شاء الله، مش هياخدوا معانا وقت خالص. الفرن بيسوي بسرعة. بس كده خلاص زي الفل. اجيب دي هنا بقى كده واحط التانية مكانها في الفرن. بس كده هقلبهم بقى على الناحيتين كده لحد ما يستووا، وبعد ما يستووا ان شاء الله تشوفوهم معايا. طبعا لازم يستووا على نار هادية كده علشان يستووا معاكي حلو. ممكن بقى الرقاق الناشف ده يقعد معاكي شهر، شهر ونص، ما يجرالوش اي حاجة. اهم شيء التسوية. ما شاء الله زي الفل اهو. انا بسيبه ياخد لون كده خفيف علشان يبقى طعمه حلو. اللون ده بيعمل له طعم جميل. دي استوت خلاص. هقلب دي برضو واطلعها واحط 2 غيرهم برضو نفس الطريقة. كده خلاص التسوية ديت ما شاء الله. شايفين ما شاء الله زي الفل. هكملهم كلهم بقى تسوية بنفس الطريقة، وبعد ما اخلصهم ان شاء الله هتشوفوا معايا. وده الرقاق بعد ما استوى اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. شكله حلو وريحته حلوة وطعمه ان شاء الله هيبقى احلى. ما شاء الله شايفين التسوية زي الفل. لازم ياخد لون كده بالشكل ده عشان يبقى طعمه حلو. والتسوية الحلوة بتخليه يقعد معاكي شهر، شهر ونص، ما يجرالوش اي حاجة، يفضل معاكي بقى زي الفل. ده كيلو دقيق ما شاء الله. شايفين عمل كمية قد ايه؟ احلى رقاق هتاكليه. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.